يلا نشوف ايه الرسائل اللي انتوا محتاجين تسمعوها في الوقت الحالي، فظهور الفيديو مش صدفة. يلا عشان نسمع رسائلكم. الرسالة الأولى بتقول لكم إن انتوا عندكم الفترة الجاية استقرار وثبات في حياتكم. يمكن انتوا الفترة اللي فاتت كنتوا بتفتقدوا للاستقرار، بتفتقدوا للأيام العادية، ممكن كانت أغلب أيامكم دوشة وفيها أكشن. فانت الفترة الجاية عندك استقرار عاطفي مادي، استقرار في نفسيتك، لكن يمكن كتير منكم متوقفين في نفس المكان بقالكم فترة. فالمسج بتقولك مش معنى ان انت استقريت أو حياتك استقرت ان انت تفضل طول حياتك واقف في نفس المكان. اي نعم، ممكن يكون شغلك استقر لكن مفيش مشكلة مع التطوير. ممكن تكون نفسيتك او فلوسك مثلا اتطورت، بس مفيش مانع من ان انت تزود اكتر. فالمسج بتقولك استقر، لكن اوعى تقف في نفس مكانك ولا عند نقطة معينة. انا شايفة ان انت حد ممكن تكون عانيت كتير واتألمت كتير بسبب التضحيات. فالمسج بتقولك ان التضحية مش حاجة حلوة. افتكر ان انت بتظلم نفسك، وان نفسك مهمة، وان نفسك اهم. لان انت وانت كويس هتقدر تعمل كل حاجة وتقدر تقدم كل حاجة لكل الناس. لكن انت لو وقعت صدقني مش هتعرف ولا تقدم حاجة لنفسك ولا لغيرك. فبلاش التضحيات الزيادة، كأن دي عقبة انت بتحطها بإيدك في حياتك ولنفسك. انا شايفة ان الفترة الجاية ممكن يكون في سعادة، ممكن يكون في حاجة بتفرحكم، وممكن بتفرحوا هنا بحاجة بتحصل بتحسوا ان حقكم بيجي. يعني انا شايفة ان في تحقيق عدالة، يعني ممكن تكونوا مظلومين في محكمة او في امر او في شغل وبيتحقق العدل. ممكن تكونوا هنا مستنيين مثلا حاجة انتوا تعبتوا عليها وبيتحقق نتيجتها.